يا أيتها النفس المطمئنة. الآية دي بيهمس بيها ملك الموت في ودن الإنسان اللي ربنا عايز يطمنه ويهون عليه ساعة وفاته. طب إيه اللي ربنا بيخليه يشوفه في اللحظة دي لدرجة إن هو يحس بالاطمئنان والهدوء والثبات بالشكل ده؟ حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا في حديثه المشهد اللي هيحصل معاه بالظبط وكأنه متصور فيديو. يا ريت تتخيلوا معايا المشهد ده كويس جدا لأنه هيفرق معاكم كتير جدا. بيقول لنا فيما معناه إن الواحد لما عمره بيخلص وتنتهي رحلته في الدنيا بتنزل ملايكة من السماء وشوشهم مبشرة بالخير، ومن كتر بياضها وطهارتها كأن الشمس طالعة فيها، وبيكون معاهم كفن عبارة عن قطعة من الجنة. متخيلين الجمال؟ يعني حاجة كده ملهاش أي وصف، حاجة ما يتخيلهاش أي عقل، بس الأكيد إن إحساسها جميل جدا. لأن أنا بمجرد إن أنا جبت لكم سيرتها دلوقتي أنا حسيت باطمئنان وراحة كبيرة. الكفن ده بيكون عبارة عن رحمة وعلامة بتبين إن الشخص ده من الناس اللي ربنا راضي عنهم، فملايكة بتنزل له وتشيكه كأنه عريس أو عروسة في ليلة زفاته أو زفافها. معاهم إيه كمان يا رسول الله؟ قال معاهم مسك وروايح طيبة من الجنة عشان يعطروا بيها. أصل عنده رحلة جميلة هيقابل فيها ربنا عز وجل، لازم يكون في أبهى صوره، يكون كامل الأوصاف وفي أجمل شكل. طب هل فعلا الواحد بيشوفهم قبل وفاته؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الملائكة بيقعدوا قصاد عينيه عشان يطمنوه ويشوفهم ويشوفوه، لدرجة إن هو بيرتاح نفسيا وأعصابه بتهدى ويودع الخوف والرعب وينسى القلق اللي كان مليه. وساعتها الشخص ده بيكون حاسس براحة بتخليه يبقى سعيد سعادة انتوا مش متخيلينها. وبعدها بينزل ملك الموت عليه السلام من السماء ويهمس في ودنه ويقول له: يا أيتها الروح الطيبة، كنت في جسد طيب، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. وتخرج الروح منه. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا إحساسه في لحظة خروج الروح دي منه؟ راح تبقى صعبة ولا سهلة؟ نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الروح بتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء. يعني الروح بتخرج كأنها نقطة مية بتنزل من إزازة. عارف لما تجيب إزازة مية وتفضيها؟ شايفين السهولة والسرعة اللي بتنزل بيها نقطة المية؟ هو ده بالظبط روح المؤمن، بالظبط بتنزل منه، بتخرج منه، بتخرج روحه منه من غير ما يحس بأي وجع ولا تعب. هو ده الشخص المحظوظ. وياخدها ملك الموت عليه السلام، والملائكة ما يسوبهاش في ايده طرفة عين، اصل هم مستنيينها بالكفن اللي من الجنة والطيب والمسك، ياخدوها ويعطروها ويطيبوها ويزينوها، فيخرج منها أطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ويصعدوا بيها للسماء. ومفيش حد من أهله يعرف ايه اللي بيحصل مع روح العبد الطائع ده. ما يعرفوش ان هو بيتزف دلوقتي، بيزفوه اهل السماء، وتبدأ رحلته من الارض لحد ما يوصلوا عند ملائكة السماء الاولى ويسألوا: روح مين الطيبة دي؟ والملائكة اللي بتحمله ترد وتقول: دي روح فلان ابن فلان، وتسميه بأجمل أسمائه اللي كان بيتسمى بيها في الدنيا، تقول كل صفاته الجميلة اللي كان بيتصف بيها في الدنيا، وتفتح له الملائكة أبواب السماء الأولى، ويحصل كده في كل السماوات، ويكملوا الرحلة الجميلة لحد ما يوصلوا للسماء السبع. ساعتها يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه لجسده، ويقول الله عز وجل: افتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، فيأتيه رجل حسن الوجه والثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد.
فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة أقم الساعة. هي دي حسن الخاتمة. وأنا من ساعة ما قريت الحديث ده ما بطلتش أقول: يا رب ارزقني حسن الخاتمة، وادعي لكل الناس اللي أنا بحبهم وأقول لهم ربنا يرزقهم حسن الخاتمة. ودلوقتي هدعي معاكم: يا رب يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، ويجمعنا في أعلى الجنان برحمته وكرمه علينا زي ما جمعنا في الدنيا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين.